السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل لكم الحمام الكداب اللي هو بالوراك اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا ورك اهو. بتقولي لي الفرارجي انا عايزاه حمام كداب، فهو بيقطع لك العظمية اللي هنا واللي هنا، تبقى بالشكل ده كده زي دي كده. انا هعمل لكم على 2، وبعد كده اللي عايز يكتر الكمية على قد الافراد العيلة مفيش مشكلة. خلاص انا طبعا مغسولين ومنقوعين في ملح وخل وليمون، ونضاف زي الفل زي ما انتم شايفين كده. انا عندي هنا بصلتين وسط قطعتهم فرمتهم بالشكل ده كده. عايزه تعملوهم في المبشره مفيش مشكله. هنحط عليهم فلفل اسود، بسم الله الرحمن الرحيم، كمون، بهارات فراخ كتر شويه، وعندنا توم بودر وبصل بودر، وعندنا ملح، وعندنا قرفة، بسم الله الرحمن الرحيم، وعندنا ماجي. الماجي ديت انا جايباها من العطار تبقى سايبه. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه. نقلب الكلام ده كله ببعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده ندعكهم كده. نجيب البصل بتاعتنا بعد ما دعكنا البصل كده زي ما انتم شايفين. هنجيب فراخ، بسم الله الرحمن الرحيم، ندخل البصل فيها. احنا كده كده هنحشيها فريك، بس ده بتبلها كده من قبلها بيوم واسيبها في التلاجة، وتاني يوم اعمل الفريك واحشي بيها واوريكم برضو ازاي. تقلبيها وتحطي تحت الجلد عشان يدي طعم كده للحمة من جوه. تحطيها كده بالشكل ده كده انت شايفة كده اهي. نجيب الورك التاني وبرده ندخل جوه كده في الحشو الحته بتاعت الدبوس دي. متملاش قوي، احنا ايه مش عايزينها تكمل عشان هنحط الفريك، فهي بتبقى يدوق بس ايه بتطعمه بس كده شويه اهي كده جوه الجلد. الناحيه التانيه كده برضو ما نكترش عشان احنا هنعمل فريك. نتبلها من بره برضو كده وهنسيبها نسيب فيها الكلام ده كله. تعملي الحشو ده كده على الوراك اللي انت عاملاها على عدد اسرتك، وتسيبيها لتاني يوم زي ما انا قلت. ده البصل هيشرب من اللحمه، تشرب من البصل والتوابل اللي احنا حاطينها، وتاني يوم ان شاء الله بنحشيها فريك وهقول لك هنعمل فيها ايه. انا هنا دلوقتي هعمل الفريك. جبت حله حطيت فيها 3-4 معالق زيت ومكعب زبده. اول ما يسخنوا هنزل عليهم البصل
انا هنا البصل مقطعاه مفروم خالص او المبشره، يعني لو عايزين تعملوه. انا عاملاه في الكبه. اول ما الزيت يسخن ننزل عليه البصل. هنا ننزل بالبصل. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل نص كيلو فريك، ودول بصلتين كبار. هنقلب كده لحد ما البصل ياخد لون. عندي هنا البصل دبل. في المرحله دي هنزل عليه. انا عندي هنا فلفل الوان احمر واخضر، لو عايزه اخضر بس ماشي، لو عايزه احمر بس ماشي. هي ايه قرن واحد بس. لو عايزه سبايس تحطش عليه قرن حراق. هنا جزر وهنا بقدونس. هننزل اول حاجه بالجزر عشان بياخد معانا وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب. لحد ما البصل يحمر وننزل عليه بالفلفل. قبل ما يحمر شويه ننزل عليه بالفلفل. هنا خلاص الجزر دبل معانا شويه. هننزل بالفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب برضو. نفضل بقى كده نقلب لحد ما البصل ياخد لون. بعد البصل ما بقى باللون ده كده زي ما انتم شايفين، هنحط عليه الفريك. الفريك دوت انا غسلاه ونقياه وغسلاه ونقعاه 3 ساعات. ننزل عليه بالفريك. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده نحط التوابل. نحط فلفل اسود، بسم الله الرحمن الرحيم، بصل بودر وتوم بودر، توابل الفراخ، قرفة، وملح، معلقة ملح كبيرة. نقلب. هنا نسينا الكمون، وهنا ماجي اللي هي سايبة عطار. عندنا هنا حبهان زي ما انتم شايفين كده. هناخد حبيتين بس. انا هنا فتحت حبيتين من الحبهان وحطيتهم عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى كده حطينا التوابل بتاعتنا كلها. هنحط اخر حاجه شويه صويا صوص غامقه، يعني قد ايه، معلقه صغيره كده.
ده بقى ان شاء الله هيودي الفريك في حته تانية خالص ان شاء الله. وهتشوفوا لونه وطعمه هيعجبكم جدا. في المرحله دي هننزل بميه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتل نحط شويه كمان. بس كده. طبعا احنا محطيناش البقدونس، وهقول لكم هنحطه امتى ان شاء الله. نغطيها ونسيبها تستوي. هنا خلاص استوى، بس ما سويناهوش قوي، يا دوبك بيقرش حاجات بسيطه عشان يكمل سواه جوه الورك. في المرحله دي بقى هننزل بالبقدونس اللي انا مقطعاه. نقلب ونطفي كده. احنا طفينا عليه وهنستنى لما يهدى خالص ويبرد ونحشي بيه الوراك اللي هي الحمامي الكداب. انا هنا الفريك برد خالص، وجبت الوراك عشان احشيها، وعندك خلل نقفل بيها لو عايزه تخيطيها مفيش مشكله. هنيجي هنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه؟ هنجيب اول ورك بالشكل ده كده، نفتحه. عايزه تعيني منه البصل اللي كان قبل كده ماشي، مش عايزه خلاص براحتك يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط كده ونسمي، ندخل كده في الورك. وانا الورك اللي قطعه بس مش مشكله، جلده مقطوعه، بس ندخل لحد جوه كده. بسم الله. نحط كده لحد ما يتملي الدبوس. وهنا تحطي هنا برضو، بس ما تمليش قوي عشان احنا عاملينه في بيقرقش شويه عشان ياخد سوا من الوراك. هروح جايبين كده دي على دي كده، نقفلها الخله. بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة حلوة عشان خدي معاكي لحمة مش مشكلة يعني، ممكن تخبزيها باللحم كده. كده زي ما انت شايفة. وبعدين تلفي دي مع اللي ورا اهي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس بياخد وقت، تقفليها كده مع دي كده.
تقفلي الطرف ده كده، دخلي الرز، نقفل برضو بالخلة. كده في ناس بتحب تخيطها، مفيش مشكلة خالص. روحي عاملة دي كمان كده، شايفة كده، ودي كده، ويبقى بالشكل ده، ويتنضف كده اهو بالشكل ده كده. نضفي من اي زيادة بقى فيه كده، يبقى بالشكل ده كده. هوريكي احنا بعد كده هنعمل فيه ايه، هكمل الكمية وهوريكي هنعمل فيه ايه بعد كده. هنا بعد ما حشيتهم بس انا خيطتهم، مرضيش اعملهم بالخلة زي ما انتم شايفين كده. احطهم في صينية ونحطهم ونغطيهم بفويل وندخلهم الفرن من غير ولا نقطة مية. بعد ما يستوي هوريها لكم انا عملت فيها ايه. دي هي كده لما طلعت من الفرن، بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده كده. عندي هنا صويا صوص، حطيت عليهم شوية زيت، وهنعمل كده من كل الجوانب عشان تدينا وش حلو. دي معلش اتفتحت عشان كنت مليها قوي. بالشكل ده كده. اهو المنظر ده كده هنحطه تحت الشواية واوريها لكم. وادي هنا الصينية بعد ما خرجت من الفرن، بسم الله ما شاء الله، بقت زي الفل كده. احنا دلوقتي ممكن لما نيجي نقدمها نحط عليها شوية بقدونس، والف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.